حاجات كتير قوي قوي قدامي، فيلا نبتدي الفيديو وما نطولش المقدمه. جايبه لكم اكتر مفضلات للوجه بجد خطيره، وهتستفادوا جدا من الفيديو ده. لايك الفيديو، كومنت صغنون، واشتراك في القناه لو انت لسه مش مشتركه عندي، ويلا بينا على الفيديو. وحشتوني كتير 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 قد الدنيا كلها. عارفه ان انا مقصره جدا الفتره دي، والصراحه استاهل ضرب القلل، بس انا عايزاكم تسامحوني وتدعوا لي ان ربنا يقويني، عشان الفتره دي كسل فوق الوصف. اكتبوا لي في الكومنتات لو انتوا برضو زي بتعانوا من الفتره دي كسل كده وقلبتوا زي البطريق في البيت، ولا انا بس اللي كده. ندخل على الفيديو على طول عشان ما نطولش اكتر من كده عليكم. النهارده المفضلات بتاعه الوجه، مفضلات للوجه انا كنت بستخدمها السنه اللي عدت دي، وبجد كنت معلقه عليها بشكل فظيع. جايبه لكم حاجات اللي من الاخر، الصراحه في حاجات ما جبتهاش وسايباها على تسريحه جوه قاعده لوحدها عقابا ليها. وجايبه لكم المفضلات اللي انا كنت ماسكه فيها. هنعمل فيديوهات تانية لمفضلات الشعر ومفضلات الجسم، لان الفيديو يبقى طويل قوي قوي لو حطيت كل دول في فيديو واحد. ندخل على المفيد. اول حاجه بص، هو البوكس على رجلي قدامي تمام، وهطلع منه كده عشوائي يعني مش بالترتيب ولا اي حاجه. اول حاجه كنت بجد مش قادره اقول لكم انا كنت معلقه عليها ازاي، وبجد استغنيت عن الميك اب كتير قوي قوي قوي، مع ان ده ما كانتش عادتي خالص. كان لازم احط مثلا كريم اساس او كونسيلر تحت عيني قبل ما انزل عشان الاجهاد والارهاق والكلام اللي انتوا فاهمينه ده. الستارفيل اكتر حاجه بجد خلتني استغنى عن الميك اب واخفه جدا جدا وانا نازله. سعره ما كانش يتعدى ال 100 جنيه، معرفش دلوقتي بقى بكام. ده شكله من قريب، ستارفيل وايتنينج تمام. مكوناته كلها طبيعيه، وكمان احلى حاجه فيه ان هو ينفع كمان الاماكن الحساسه ان انت تفتحيها، بيفتح البشره وبيدي نضاره حلوه جدا جدا. واحلى حاجه فيه ان هو هيخليكي تستغني عن الميك اب. بعدها وهو بجد يعني شغال معايا بقاله سنين، مش مفضلاتي بتاعت السنه اللي فاتت بس، هو الاسكينول. من اكتر الحاجات اللي بتنقذني مثلا لما ايدي تسمر، اما مكان في جسمي يغمق، مثلا ركب، اكواع، حاجات كده يعني. بس الصراحه انا اكتر حاجه بستخدمها ليه او استخداماتي ليه اللي هو ايدي. عندي هوس بحوار ايدي ده، ان انا مش بحب ان ايدي تسمر، او اما برجع من المصيف وبلاقيها مستمره شويه، او طالعه من الصيف عامه والاقيها مستمره شويه صغيرين، بحس ان انا مش على بعضي وعايزه افتح ايدي باي طريقه. فهو الصراحه منقذ جدا. حبه منه على قطنه صغننه وتمسحي بيها ايدك، خطير. فبس ما انصحش بيه الناس اللي بشرتها حساسه. ده اللي بعديه وهو اسمه اي اتش اي بي اتش اي، اسمه طويل جدا جدا، هو كوري تمام، وحجمه كبير زي ما انتم شايفين كده. حجمه استنى اقول لكم في مش قدامي، بس يعني هو حجمه حلو جدا الصراحه. وده لاثار الحبوب، وبيهدي البشره جدا وبيقلل من المسام والكلام ده كله. هو كان غالي سيكا يعني، وجايباه بقالي شويه، فده سعره دلوقتي الصراحه معرفش يبقى بكام. حلو قوي قوي، وشفت منه الصراحه نتيجه ممتازه. دي وكنت خلاص هرميه في الباسكت الزباله، بس جبته خلاص وانا هرميه خلاص علشان اوريهولكم وبعدين هرميه. وهو مزيل الميك اب من ايفا برضو. بصوا خلاص ما بقاش فيه ولا قطره، نسفته لاخر قطره بجد من حلاوته. حلو قوي قوي، وحبيته اكتر من غارنيه بكتير. الغارنيه اصلا بقى مقاطعه انا سمعت كده. فالايفا خطير، وسعره كمان ان شاء الله ان شاء الله هيكون مناسب. لسه اللي بعديه وهو الصن بلوك الكوري ده، انا برضو طلعته معايا فيديوهات مفضله قبل كده، وما زلت الصراحه رايي فيه ان هو حلو قوي قوي. احلى حاجه فيه ان هو بالالوفيرا، يعني بيدي ترطيب للوش، بس في الصيف ممكن ما تحبوه احلى حاجه، بس الصراحه هو معايا كان خطير. برضو الحبيبي حبيبي المرطب الخطير بتاع البشره، الدكتور راشر هالورونيك اسيد. بصوا خلاص ناقص فيه فستوكه تمام، مش هنرميها هنستخدمها. ده من مفضلاتي بجد للبشره، حلوه قوي وسعره برده مناسب، ونازل منه كذا سيرم، يعني انت بتشوفي ايه المفضل ليكي او ايه اللي مناسب لبشرتك وبتجيبيه. فدكتور راشل معرفش بقى مقاطعه ولا لا الصراحه، بس ده كان عندي بقاله فتره. ديزر برضو يعني بصوا انا طلعته في 800 فيديو تقريبا، انا عارفه ان انتوا اكيد زهقتوا منه، بس هو بجد حلو قوي قوي. واحلى حاجه فيه ان هو بديل فاونديشن، يعني مش مضر خالص للبشره. سعره كمان مناسب، و4 في 1 اللي هو مكتوب عليه اهو عشان نسيت، فيتامين سي، ووتر بروف، وايتنينج، وفاونديشن، يعني 4 في 1.
وحجمه 50 جرام. حلو قوي وكتير قوي وقاعد معايا بقاله فتره طويله، وبجد كميته يعني فيها البركه قوي دي. وهو اللون ده خطير خطير خطير، بس هو ده مش للوش، بس هو جه معايا في طريقي فقلت اطلعه، مش مشكله مش هكسفه. ده المرطب بتاع اللونه هو للايد وكمان للجسم، هو بالكوكو باتر، وبجد ترطيبه حلو قوي قوي. انا الصراحه بستخدمه لكعب رجلي ورجلي كده اما بعملها بديكير واروق عليها، فهو الصراحه حلو قوي. وكمان ممكن تستخدميه لايدك طبعا، لجسمك مش هيقول لا خالص. والسعر طبعا في اللذيذ. وندخل على الاوردينري، ده مقاطعه تقريبا بس انا جايباه من قبل المقاطعه. تمام، ده كان اللي هو ريتينول 1%. تمام، ده برضو لطيف وكده، بس هو انا شفت منه الصراحة ترطيب حلو. شفت منه يعني الخطوط وعندي الحمد لله لسه مش ظاهرة قوي، فانا شايفة منه نتيجة لطيفة، بس مش لدرجة ان هو يبقى بالسعر ده الصراحة. فانا مطلعه لكم عشان بس تخلي بالكم. وانا حاسة ان هو كان 3/4 الكلام اللي سمعته عنه ان هو كان دعاية، فتخلوا بالكم برضو من الحاجات دي اللي هي غالية اوفر وبتبقى في الاخر على الفاضي. اخر حاجة معانا وليست اخيرا، في حاجات صغنونة في الباسكت، بس ده اخر حاجة للوش يعني. الصن بلوك ده من ديرماتيك، جربته بقالي فترة، مش فاكرة عملت لكم عنه ريفيو ولا لا الصراحة. غيبوبة حلوة قوي قوي للبشرة الدهنية والمختلطة، ولطيف جدا في الشتاء. في الصيف هيعرق لك وشك، دي للامانة لازم اقول لكم عليها. لان انا لما خدته معايا في العمره وهناك الجو كان حر وسط يعني، مش حر قوي ومش ساقع قوي، عرق لي وشي واتضايقت منه شويه. بس في الشتاء اما بحطه في الجو اللي احنا فيه ده الشتاء ده، بحس ان هو عادي يعني لطيف. وسعره كمان مناسب الصراحه لكل البنوتات اللي عايزه صن بلوك حلو يعني، ويكون نسبه حمايته لطيفه. التون بتاع ايفا بجد حلو قوي وسعره كمان مش غالي، دي احلى ميزه فيه الصراحه. منتجات ايفا اسعارها حلوه وفي اللذيذ كده، ده اللي احنا عايزينه اليومين دول، فبجد خطير. انا كنت معلقه على الاسيتون بتاع يولو بس غلي، فقلت واي نوت نغير يعني ونجرب حاجه جديده، فده الصراحه ما كسفنيش خالص. اخر حاجه وهي ما كانش ليها علاقه بالوش اصلا، بس انا قلت طلعت الاسيتون فيلا نطلع بقى ايه التكمله بتاعته، وهي المانيكير. اكتر 2 مانيكير بجد كنت بحبهم جدا جدا الفتره اللي فاتت، وكنت معلقه عليهم وما زلت على رايي بجد، وهفضل اجيب منهم الوان كتيره جدا. عندي جوه باسكت مليان مانيكير منهم الصراحه. وهو اول واحد تشاو خطير خطير جدا جدا. ده شكله يا رب يكون واضح لكم. اللون ده كمان كيوت قوي، اللي هو اللافندر ده خطير، وجايبه منه اللون اللي هو البلو الفاتح ده صيفي قوي وشكله امور. وسعره مش غالي، كان بحاجه و30 تقريبا. ده اول حاجه. تاني حاجه هو يولو طبعا اللي متابعني عارف ان انا مدمناه من زمان جدا، وعندي منه الوان قد كده جوه. فبرضو يولو الصراحه هو تشاو اكتر 2 براند جربتهم وبجد من الاخر. كده يا حبايبات ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. دي كده المفضلات بتاعه الوجه اللي طلعتها معايا في الفيديو ده. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هيكون للجسم وكمان للشعر. متنسوش تعملوا لايك وكومنت صغنون وكمان اشتراك في القناه لو انت لسه مش مشتركه عندي، واشوفكم على الف خير الفيديو اللي جاي. باي باي.